معقول انتوا لسه لحد دلوقتي ما خزنتوش البسلة؟ هو ده احسن موسم لها دلوقتي يا جماعة. تعالوا مع بعض هنفرز بسلة رمضان. كل سنة وانتوا طيبين. اعذروني ان صوتي تعبان شوية، بس انا جايبه لكم فيديو بسيط جدا جدا. قلت ايه؟ نفرز مع بعض بسلة رمضان عشان اشجعكم ان انتوا كلكم ايه تجيبوا البسلة وكده في طوبة. ايوه، بسلة شهر طوبة دي احلى بسلة. بعد كده صدقني مش هتيجي اللي اسمها زي العجيزي كده. المهم بسلة مش حلوة. لكن أنصح أي ست بيت شاطرة بتحب إن هي تعدل في بيتها وتكون جاهزة لاستعدادات رمضان، إن تجيب البسلة في الوقت ده. شايفين ما شاء الله بسلة سكري زي الفل، تستاهل بقوك والله. جبنا ما شاء الله اللهم بارك، جبنا 25 كيلو، يعني على ما أعتقد من 25 ل30 كيلو. تمام. قعدنا عملناهم أنا وماما، ربنا يبارك فيها يا رب. جبنا، كنا جايبينها أكياس. تمام، يعني اللي كان بيوزن لنا بيوزنها أكياس كده، كل كيس 2 كيلو ونص. جبنا حوالي 25 كيلو، من 25 ل30 على ما أعتقد، حاجة زي كده. قعدنا طبعا فصصناها أهو. بس أنا أقول لكم حاجة، يعني نصيحة مني، ما تحطوش معاها الجزر. أو تحطوا معاها جزر، الجزر بيخلي طعمها يغير بسرعة. لكن انت لو عينتيها من غير ما تحط معاها الجزر، لو فرستها في الفريزر من غير ما تحط معاها الجزر، ممكن تجيبك من السنة للسنة، وممكن يعدي السنة وهي زي ما هي، تفضل محتفظة بشكلها وبطعمها، ما تغيرش. اهو شايفين الكمية اللي معانا. اصبروا بس، مش هم دول كلهم يعني. انتوا شفتوا معايا الاكياس، انا وريتكم كل حاجة على الطبيعة. اهو انا طبعا حاطة الطبق قدامي، عمالة طبعا ايه اعمل فيه، كل واحد فينا واخد طبق. يعني حطينا بنفرضها على الصينية لان البسلة بتعرق في الاكياس. دي كده الكمية اللهم بارك، شايفين ما شاء الله بسلة سكرية، حاجة تستاهل بقكم، حاجة جميلة اهو. هنبدأ ان احنا نكيسها مع بعض، عشان نبدأ ان احنا ايه نحطها في الفريزر وكده. وزي ما قلت لكم احنا هنفرز البسلة لوحدها والجزر لوحده، وبعمل لكم فيديو الجزر كيس عملتها طبخات. ما تزوديش، لان البسلة لما تطلع من الفريزر ما ترجعش تاني. انت مثلا عارفه انت هتطبخوا قد ايه، تطلعي على قد الكميه اللي انت محتاجاها. ايه رايكم؟ شجعتكم ولا ما شجعتكوش؟ يلا الكل يقوم يستعد بقى رمضان، اجازة رمضان. كل سنة وانتم طيبين. اعذروا ان صوتي تعبان. تمام، عشان كذا حد يقول لي صوتك كده، لا انا تعبانة شوية، واخدة دور برد. اه، راكبة في الحلاوة والجمال ده. الصورة تتحدث عن نفسها. عملتها طبخات، كل كيس على قد الطبخ. شوف انت مثلا بتحتاجي كميات دي، تعمل على قدها بالظبط، لان زي ما قلت لكم البسله لو خرجت من الفريزر ما ترجعش تاني. طب ليه؟ طعمها هيغير وهتبدا ان هي تنزل ميه. فالاحسن انك تعملها على قد ما هتحتاجي. يا رب اكون افدتكم بالفيديو ده. تبخلوش عليا باللايك والشير، دعوة حلوة من قلبكم لاختكم في الله. ما تنسوش تشتركوا في يوميات عز حبشكم دايما مع الله على اليوتيوب، مملكة عز حبش على اليوتيوب، او يوميات عز حبش. اترككم في رعاية الله، مع السلامة.